يا صباح الخير، ازيكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده يومنا طويل، الساعه 5 ومعملناش اكل والمطبخ زي ما انتم شايفين. هنبتدي اغسل المواعين بسرعه واولع الاكل معاكم. روقنا الحوض عشان نعرف نغسل المواعين ونبتدي بقى بالكوبايات عشان نعمل الاكل بسرعه بامر الله. بصوا معانا دلوقتي نص كيلو لحمه او كيلو الا ربع. بصوا هنحط الاول في صينيه جوز الطيب، هنبشر رشه جوز الطيب وهنحمصها بمعلقتين سمنه او زيت اللي عندك بالشكل ده يا جماعه. بتخلي اللحمه تحفه، بتبقى تحفه. بصوا بالشكل ده. هنحط نقطه زيت او سمنه اللي عندك، انا بحبها بالزيت. وهنعلي النار دقيقتين. معانا اللحمه اهي متقطعه بالشكل ده، مش هنصغرها لان انا هعملها ببصل. هنا بشرة جوز الطيب بالشكل ده يا جماعه، بمعلقه سمنه بمعلقه زيت اللي انت عايزاه. هتنزلي عليها باللحمه صدمه بس كده. الريحه روعه والله يا جماعه، روعه. هنشوحها وناخد لها لون، هنديها لون ورش عليها فلفل اسود. هنحط كده شويه فلفل اسود وقرفه يا جماعه بس، مش هنحط حاجه تاني. هنقلبها الناحيه التانيه. هنا بعد ما خدت لون معانا بصل هنكرمله معاها. 4 بصلات متوسطين وهنشوحه مع اللحمه. هنخليه يتكرمل، يبقى لونه كده ايه، ذهبي بس في قلب اللحمه. بصوا بالشكل ده. هنحط لها مستكه يا جماعه، اللحمه يعني المستكه. هنشوحها كده. بصوا لونها اتغير ازاي. في الوقت ده هنحط لها الميه. اكننا بنسلقها عادي، سليق عادي. الصينيه معانا شلنا اللحمه في حاجه تانية، ومعانا فرخه مقطعينها 8 حتت. هنعمل لها صدمه. بالشكل ده هتاخد لون وهوريكم شكلها. هنقلبها الناحيه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرش شويه فلفل اسود وقرفه وشويه قرفه. بصوا الفراخ كده خدت لون. ومعانا هنا اللحمه بالصوص اللي احنا كنا عاملينه.
هننزلها اللحمة تكمل سواها، هنحط اللحمة معاها تكمل سواها يا جماعة في صينية واحدة. هي استوت بس عايزاها تبقى مستوية جدا. حطيت هنا الملح وده الشكل النهائي. هسيبه بقى يستوي شوية وبعد كده نحطه في الفرن. هنعمل عصير برتقال. انا بحط البرتقال بصفيه وبشيله كده سليم، ما بحطلوش ميه، باجي بحطله شويه ميه وسكر وهدوبه معاكم. احنا هنصفي البرتقال في مصفى سلك. بصوا يا جماعه صفيناه كده بالشكل ده وهرجعه تاني في الشفشه. بصوا يا جماعه البرتقال ده طبيعي ولا عليه اي حاجه وفريش وتحفه يا جماعه. اتمنى ان انتوا تجربوه. بصوا يا جماعه انا كده بعبيه في ازايز وبشيله في الديب فريزر وقت ما بكون عايزه اطلع بطلع بالشكل ده. بصوا يا جماعه لونه مش حاطه اي لون ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بصوا هنا الصلصه بتتعمل يا جماعه. وهنا برضو الفراخ بصوا شكلها ما شاء الله. بصوا بقى شكل المطبخ بعد ما خلص. شكله جميل يا صحابي. لهم ازيكم، كل سنه وانتم طيبين. ازيكم انتوا طيبين. انا لسه صاحي حالا. لهم انا صايم. انا صايم من الشهر ده. شاطر. اول سنه ان شاء الله زيزو يصومها معانا. بصوا المطبخ بسم الله ما شاء الله. بصوا ترابيزه المطبخ اللي كانت من شويه عامله ازاي، والساعه ده كانت الساعه 4:30 والمكرونه اهي. الحوض قشطه اهو. انا بحب املأ ازايز يا جماعه علشان خاطر لو الميه قطعت، عشان انا في الدور الخامس. والبوتاجاز اهو بسم الله ما شاء الله. الاكل بقى هغرفه بس لما المغرب قربت تقرب تبدا. وهنا اقول لكم انتوا عارفين ان تليفوني مش بيستحمل، هقول لكم ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.